ازيكم يا اصحابي الحلوين؟ عاملين ايه؟ حكايتنا النهارده حصلت في مدينة اورشليم، وهي حكاية راجل مشلول، لا بيقدر يمشي ولا يتحرك ولا بيقدر يقوم من مكانه خالص. والراجل ده كان عيان ومشلول بقاله 38 سنة. ولأن الراجل ده مشلول من 38 سنة، وكمان كل حتة في جسمه كانت بتوجعه قوي قوي، فهنسميه المخلع. وحكايته هنلاقيها في الكتاب المقدس في إنجيل يوحنا في الإصحاح الخامس. واللي لما نقراها هنعرف إن المخلع ده كان راجل مسكين جدا، لأنه كان على طول لوحده، ما عندوش أهل ولا أخوات ولا حتى أصحاب، ولا كان ليه أي حد خالص يهتم بيه ويكون معاه. وكان على طول نايم على سريره عند بركة مية في مكان اسمه بيت حزدة. وكانت بركة المية دي بركة كبيرة وليها 5 ممرات. وكان دايما بيبقى في ناس كتير عيانين خالص عند بركة بيت حزدة دي، ناس عمي يعني مش بيشوفوا، وناس تاني رجليهم وجعاهم قوي ومش قادرين يمشوا كويس، وكمان كان في ناس مشلولين ومش قادرين يتحركوا خالص زي المخلع. والناس العيانين دول كانوا دايما بيبقوا قاعدين حوالين البركة، علشان كان ساعات بينزل ملاك من السماء ويحرك المية اللي في البركة. وأول واحد ينزل في البركة بعد ما الملاك يحرك المية كان بيخف على طول من المرض اللي عنده. وفي يوم كان في عيد في أورشليم، وراح ربنا يسوع علشان يحضر العيد ده. وهو في أورشليم عدى على بركة بيت حزدة. ولما ربنا يسوع شاف المخلع من 38 سنة نايم على سريره عند البركة ولوحده ومش معاه حد من أهله أو أصحابه، راح ربنا يسوع ناحيته وقرب منه وقال له: أتريد أن تبرأ؟ يعني سأله: أنت عايز تخف؟ فالمخلع رد على ربنا يسوع وقال له: أنا ماليش حد، أنا لوحدي، أنا ماليش حد يشيلني وينزلني في البركة لما الملاك يجي ويحرك المية، وكل مرة أحاول أقرب من البركة علشان أنزل فيها لوحدي، يروح واحد تاني ينزل قبلي بسرعة وهو يخف وأنا أفضل عيان ومشلول ومش قادر أتحرك. فربنا يسوع قال له: قم، احمل سريرك وامشي. وأول لما المخلع سمع ربنا يسوع بيقول له: قم احمل سريرك وامشي، حس انه خف وما بقاش في حاجة في جسمه بتوجعه خالص. وجرب يحرك رجليه لقاهم بيتحركوا، وسمع كلام ربنا يسوع وقام، وكمان شال السرير بتاعه ومشي وهو فرحان جدا انه خف. ولما الناس اليهود شافوا المخلع شايل سريره وماشي، قالوا له: انت ما ينفعش تشيل سريرك يوم السبت، لأن ده يوم ربنا، ما ينفعش تعمل فيه أي حاجة. فرد عليهم وقال لهم: اللي شافاني هو اللي قال لي قوم وشيل سريرك وامشي. وهو قال لهم كده لأنه ما كانش يعرف إن اللي شافاه هو ربنا يسوع. وبعد كده المخلع راح الهيكل، وهناك ربنا يسوع شافه في الهيكل وقال له: انت خلاص خفيت وبقيت كويس، بس ما ترجعش تعمل خطايا وحاجات وحشة تاني. وبعد ما المخلع قابل ربنا يسوع واتكلم معاه وعرفه، خرج من الهيكل وهو فرحان جدا، وبقى يقول لكل الناس إن اللي شافاه هو ربنا يسوع. وبكده يا أصحابي حكايتنا خلصت، بس لازم ناخد بالنا إن في حكاية النهاردة ربنا يسوع بيقول لنا: انتوا مش لوحدكم، لأن أنا معاكم وحاسس بيكم. ولازم نبقى متأكدين إن بابا يسوع معانا على طول، طول حياتنا بيحبنا وبيرعانا وبيحس بينا، واحنا زعلانين أو خايفين أو تعبانين، دايما بابا يسوع بيكون جنبنا ومش بيسيبنا أبدا. تعالوا بقى يا أصحابي نحفظ الآية مع بعض. والآية بتاعتنا بتقول: أنا الرب شفيك. خروج 15:26. تعالوا نقول مرة كمان: أنا الرب شفيك. خروج 15:26. باي باي يا أصحابي الحلوين.